عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. والنهارده بقى جينا نصور شواطئ البوريفاج لاننا ما صورناهاش من اخر مره كنا بنصور فيها وقت اغلاق جميع شواطئ اسكندريه بسبب ظاهره ارتفاع الامواج اللي كانت موجوده في اسكندريه. فجينا بقى بعد ما المصيفين كمان ودعوا اسكندريه وبصوا شواطئ البوريفاج لاول مره يكون فاضي تماما بدون اي زحام. واللي امامنا ده ممشى 45 اللي شبيه جدا بكوبري ستانلي. بصوا بقى قد ايه حالة البحر جميلة جدا، مفيش امواج والبحر هادي تماما. عشان كل الناس اللي كانت بتسأل بقى على شواطئ اسكندرية مفتوحة ولا لأ، الشواطئ اهي امام حضراتكم مفتوحة ومفيش اي امواج خالص، وكمان مفيش زحمة. يعني اللي جاي بقى اسكندرية هيجي يستمتع بأجواء الصيف بدون زحام وكمان بدون ارتفاع أمواج. احنا بنصور من شواطئ البوريفاج. طبعا كلنا عارفين شواطئ البوريفاج 3 شواطئ: شاطئ البوريفاج الأساسي، والشاطئ اللي أمامنا ده شاطئ جزيرة الدهب، وشاطئ محمود سعيد. والثلاث شواطئ سعر تذكرة الدخول 25 جنيه شامل كل الخدمات، وطبعا شمسية وكرسي عشان في ناس كانت بتسأل بعد ما بيدفعوا التذكرة هل شامل الشمسية والكرسي ولا لا. ايوه. طبعا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين الشواطئ بقت هادية تماما. الشاطئ هنا طول فصل الصيف كان صعب جدا، كان زحام فظيع، مكناش اصلا عارفين نشوف الشاطئ من كتر الزحمة اللي كانت موجودة في شواطئ البوريفاج. لو ما شفتوش الفيديوهات دي على فكرة هتلاقوها موجودة على القناة. حبينا بقى نيجي بعد ما المصيفين ودعوا اسكندرية وكمان بعد عودة المدارس عشان نشوف اخبار شواطئ اسكندرية. وهنا طبعا احنا في 45 على البحر، ده كده طريق الكورنيش، والممشى 45 السياحي. وطبعا حالة البحر ممتازة جدا جدا للناس بقى اللي خايفة تيجي اسكندرية عشان ارتفاع الامواج، لان طبعا مش كل الناس عندها مدارس. يعني في ناس عادي ما عندهاش مدارس ولا حاجة بيجوا وقت الاجازات، فحالة البحر حلوة جدا. الحقوا بقى تعالوا صيفوا كام يوم كده قبل ما تظهر ظاهرة جديدة في ارتفاع الامواج، لان احنا الصيف ده حصل اغلاق لجميع شواطئ اسكندرية مرتين، مرة في شهر اغسطس ومرة في شهر سبتمبر. فالحقوا بقى قبل ما تظهر حاجة جديدة، وكمان استمتعوا باجواء الصيف ومفيش اي زحمة في الشواطئ. الشواطئ هنا كلها معظمها فيها حواجز للامواج، فالامواج بتكون هادية فيها. يعني معظم شواطئ شرق اسكندرية بتكون فيها حواجز للامواج، زي بقى شواطئ المندرة، شواطئ العصافرة، البوريفاج، شاطئ سيدي بشر اللي هو عروس البحر. كل الشواطئ دي فيها حواجز للأمواج، فمحدش يقلق خالص من ارتفاع الأمواج. هي الشواطئ بس اللي بتكون مفتوحة وقت ارتفاع الأمواج بتكون صعبة جدا، زي شاطئ السلسلة وشاطئ ستانلي. ولكن معظم شواطئ شرق اسكندرية فيها حواجز للأمواج. وكمان شاطئ محمود سعيد، طبعا الشاطئ ده مخصص للأطفال، لأن فيه كده جزء فيه زي لسان كده حاجز للأمواج، هنشوفه دلوقتي مع بعض. فبتكون الأمواج هادية جدا في المكان ده، فالشاطئ عشان كده مخصص للأطفال، يعني الأطفال تقدر تنزل فيه عادي. طبعا بصوا الشاطئ يعني نسبة الأشغال فيه بسيطة جدا، بعد ما كان الزحام فظيع جدا كان ليل نهار. هنا الشاطئ مش بيخلص من الناس. بصوا ده الجزء اللي قلت لحضراتكم عليه بيكون مخصص للأطفال، في لسان كده حاجز للأمواج، فطبعا الأطفال بيقدروا يعوموا كأنه حمام سباحة، مفيش خالص أمواج داخل اللسان ده. احنا كده أعلى ممشى 45 السياحي، شايفين؟ في ناس بتتلخبط فيه بتقول ده ستانلي، لا هو شبيه جدا لكوبري ستانلي، ولكن ده ممشى 45. طبعا المكان ده كان بيبقى مليان ناس، ما بيبقاش فاضي تماما. برضو الفيديوهات هتلاقوها على القناة. بصوا بقى قد ايه المية نقية جدا ونظيفة، مفيش فيها اي قمامة خالص، وطبعا هادية جدا، يعتبر مفيش موج خالص، عكس الفترة اللي فاتت اللي كان فيها ارتفاع الامواج كان الموضوع صعب جدا.
في ناس بقى هنا بتستمتع بالبدال، بتقدروا تأجروا بدال وتعملوا بيه جولة برضو في البحر، بيبقى حلو جدا. واعتقد سعر تأجير البدال بيكون 80 جنيه. حبيت بقى انقل لحضراتكم حالة البحر في الوقت الحالي عشان كل الناس اللي خارج محافظة اسكندرية يكونوا عارفين قبل ما يجوا حالة البحر ايه بالظبط. ولكن طبعا زي ما حضراتكم شايفين سبحان مغير الاحوال، حالة البحر رجع تاني كأننا في اول الصيف، مفيش اي امواج خالص. وطبعا لو حضراتكم مش مشتركين في القناة شرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو. قناتنا خاصة بكل مشروعات اسكندرية وشواطئها، وكل حاجة تخص اسكندرية هتلاقوها موجودة على القناة. كده شواطئ اسكندرية كلها شغالة معانا، وشواطئ البروفاج الثلاثة كمان شغالين معانا. كل شواطئ اسكندرية مفتوحة في استقبال حضراتكم في اي وقت طبعا. عشان الناس اللي مش عارفة ان شواطئ اسكندرية رجعت تشتغل تاني، لا هي موجودة وبنصور مع حضراتكم من اكتر من شاطئ. بس الصيف بيخلص طبعا كده خلاص، ما فاضلش غير شهر 10 وبعد كده هندخل بقى على اول نوة في اسكندرية في شهر نوفمبر اللي هي نوة المكنسة. فالحقوا صيفوا قبل ما الصيف يخلص. اسكندرية دلوقتي فاضية وهادية بعد ما ودعنا كل المصيفين وبعد عودة المدارس. وكمان حالة البحر حلوة جدا، مفيش امواج خالص، وكل التصوير ده على الطبيعة. وطبعا التصوير ده يوم الحد 28 سبتمبر 2025. لحد كده خلص الفيديو بتاعنا النهاردة. هتوحشوني جدا جدا لحد الفيديو الجاي. شكرا ليكم ولمتابعتكم، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.